لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار واسع في ظاهرة التحرش، وهذه الظاهرة تعتبر من الظواهر الغير أخلاقية والتي لا يقبلها الدين ولا المجتمع. ما هي الأسباب وما هي التداعيات؟ لنرى رأي الشارع بهذا الموضوع. دعونا نشاهد. محمد لبطوش، عمان. ما هي الأسباب والتداعيات التي تجعل الشاب يتحرش في بنت؟ هو أول شيء الوازع الديني لدى الشاب ولدى البنت. يعني رب العالمين أمر الرجل بغض البصر وأمر المرأة بالاحتشام، فهاي أحد الأسباب الرئيسية إنه بنشوف التحرش وين ما كان، في المدرسة، في العمل، في الشارع. فهاي أحد الأسباب الرئيسية إنه بتخلي الشاب يتحرش بالبنت أو البنت صارت تتحرش بالشاب أصلا. شو السبب إنه الشاب يتحرش بالبنت؟ والله في أسباب كتير. يعني أنا الصراحة بشوف يمكن إنه قلة الوعي الديني، قلة يعني الدين عند الشباب هاليومين، زي ما أنت شايف بطل في يعني التزام ديني عند الشباب. ممكن هذا سبب من الأسباب اللي بتخليهم يعني يتحرشوا. كمان أنا بلاحظ كمان إنه العمر المتأخر للزواج، بطل الشباب قادرين يتزوجوا. يعني تأخر الزواج، يعني تلاقيه يعني ما جاب نفسه يتزوج، نفسه يعمل عائلة كذا، بس مش قادر ماديا. طبعا احنا عم نحكي بشكل مادي، يعني ممكن هذا يخليه كمان سبب من اسباب انه بيتحرش بالبنات وعنده رغبات او يعني من هذا النوع. في ناس بحكي يعني انه مثلا لبس البنت مثلا بيؤدي الى التحرش. شو رايك بهاي المقولة؟ انا صراحه بشوف نعم في بنات يعني صراحه في لبس ممكن يتعدوا فيه الحدود، اللي هو زياده اوفر، يعني بكون يعني في يعني انا نفسا بنت من اشوفها بنت ثانيه لابسه لبس مش محتشم بشكل معين، بشوف انه يعني انا بتلفت نظري، فما بالك على شاب بعمر معين، في احتياجات، في اكيد بيؤدي للتحرش. ما انت كمان انا بالنسبه لي يعني بالنسبه لي انا تونسي والله يخليك وجاي سياحه هون. ما بعرف يعني الاسباب اللي تدفع الشباب في الاردن، خاطر مانيش عايش في الاردن، مانيش. اما في اسباب انا نشوف، انا من بتدخل لي انت اللبس هذيك حريه شخصيه بالنسبه للبنت، يعني ما يخليش حاجه باش تاثر على. لا هي مش اكيد اللبس حريه شخصيه البنت. ونرجع ديما للباز، الاساس هو الدين. احنا يعني في وقتها وبعدنا على الدين، بعدنا على السنه، بعدنا على الصلاه، بعدنا على الطاعه. هذه كل بالحق يعني الاساسيات، الباز، يعني الحاجه الاساسيه. فمكان ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. نرجعوا للدين. بعد فما تحرش، اما تدخل لي انت شاب تو امراه ولا طفله ولا ما عرفش انا باش تلبس. انا بنحكي على الزياده. شو الزياده يعني انا هلا مش لابسه حجاب، مش لابسه حجاب، لابسه عادي جينز. ديما نرجع نقول لك الدين والاسلام والاساسيات والتربيه. التربيه السليمه. نعم التربيه يعني كان جت مثلا يعني هي بوها ما يخليهاش تخرج هكاك، ولا امها ما تخرج بعد، خاطر هذيك ثقافات اوروبيه، ماهيش ثقافتنا العربيه الاصيله، ماهيش ثقافتنا الاسلاميه. واخر كلام ان شاء الله ربي يهدي وان شاء الله. طيب تونس كيف الوضع؟ في زي الاردن والله مثلا، او شوف، في دول اخرى؟ في كل دوله عربيه بريسك موجوده التحرش. موجود حتى في تونس، يعني باش نكتب موجود، اما ماهوش بالنسبه الكبيره كما تحكي انت مثلا. تو وقتاش يعني التحرش؟ وقت اللي خاطر فما مانيش نظلم الشباب الكل، يعني هم متحرشين، اما فما اسباب تجعل يعني تصرفات الطفله في ما بعرف لبسها ولا هيك يلز الشاب باش يتحرش. يعني لو كان طفله محترمه نفسها، محترمه اخلاقيا في كلامها، في لبسها، في هيك، يعني ما يتجرأ حتى انسان باش يوصل يقول لها كلمه يتحرش بها. هذا اللي نعرفه يعني. شو السبب اللي بيخلي الشاب يتحرش بالبنت؟ جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بعد الناس عن شريعة الله عز وجل. هذا الفساد اللي تشوفه كله، وما هي قضية تحرش، بل تحريف الأمة عن دينها، وتحريف المناهج وقوانين غربية، تركين شرع الله. إذا الإيمان ضاعف فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. القضية قضية عقيدة وإيمان، قضية شريعة. أنا مسلم أقول لا إله إلا الله، أنا ملتزم بدين الله، ماني ملتزم بقوانين السيداو ولا الأسرة ولا حقوق الطفل، كلها قوانين رومانية باطلة عفنا ما نفعتها لها عندهم الصليبيين وغيرهم من الرومان والإنجليز والأمريكان. جاي يطبقونها علينا احنا، هم ودهم إيانا نكفر كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
هذا حال الأمة. فقضية تحرش وغيره هذا التحرشات كلها لأن الناس ضاعت بدون دين. ما هو سبب انه الشاب بيتحرش بالبنت؟ قلة وعي وقلة دين يعني أكثر شيء قلة وعي، يعني ما عنده وعي وقلة دين. بكون مناطق نائية، بيجي على مناطق فيها عالم بينصدم من العالم انه شلون عايشين، بصير يتحرش يتطلع. طب هل برايك انه لبس المرأة بيأثر انه الشاب يتحرش؟ ممكن باوقات بيأثر. من اي ناحية؟ ممكن يكون اللبس كتير اوفر، ممكن في شباب قلة تأديب تتحرش. السبب يعني معروف وكل الناس ما بتتجاهله، يعني الموديلات اللي طلعت جديدة هاي وقاعدين احنا بنتشبه في الغرب، في القشور الغربية بنتشبه، ما بنتشبه في الاختراعات والتطور والتكنولوجيا. بنتشبه في بنطلونات الجنز اللي مخزقة واللي ممزعة والبنطلونات الضيقة والترانير القصيرة والمكياج الصارخ، يعني اشي مقزز جدا. زمان ما كان هيك، زمان ما كان هيك. يعني قصدك انه السبب التحرش هو اللباس اللي غير محتشم. طيب رب العالمين امر كمان الرجل بغض البصر. امر بغض البصر، ما بيختلف انه امر بغض البصر، بس هذول شباب اغلبهم يعني دون 20 من العمر، عرفت علي؟ دون 20 من العمر، مش قلة دين، لكن الشباب يعني بنظروا نظرات يعني مش بيدهم، غصبت عنهم من اللي بيشوفوه. انت في الشارع العام شوف كم من وحده بتكون لابسه فوق الركبه، شوف كم من وحده بتكون لابسه بنطلونات ضيقه. يعني الشاب جاهل، لسه الله يستر من اللي جاي، الله يستر من اللي جاي. شو السبب اللي بيخلي الشاب يتحرش بالبنت؟ بصراحة أنا بتخيل هذا غلط من الشاب، إنه قلة وازع ديني، قلة أدب، قلة احترام. واحد يعني يعني هلا أنا بتفهم إنه ممكن أحيانا البنات في بعض الناس حيحكوا بكونوا مو لابسين منيح أو إشي، بتفهم إنه غلط صراحة من البنات، بس كمان الشاب يعني غلط عليه. يعني لو شاف الغلط بده يمنع حاله إنه يقرب، بده يمنع حاله إنه يتطلع نظرة مو حلوة. فأنا بتخيل صراحة هو يعني سواء عنده دين أو ما عنده دين قلة أدب. الأدب يعني لكل الأديان بالنهاية موجود، يعني أو الصح والغلط معروف. هذا رأيي. بدي أسألك، في تحرش من قبل البنت تتحرش بالشاب؟ يعني هذا الإشي موجود؟ يعني أنا صراحة بحياتي ما هذا الإشي شفته، ما شفت هاي البنت اللي هالدرجة ما حد خاف إنه الشاب، يعني شباب بخوفوا صراحة، فما شفت هاي البنت اللي رح تروح تتحرش بالشاب، يعني إلا إذا هي ضامنة إنه يعني هذا الشاب شكله ما رح يسوي أي إشي. بس لا، يعني ما عمري شفتها إنه بنت تتحرش الشاب. يعني البنات بخافوا أكتر وأدب صراحة، يعني بخافوا إنه حدا يحكي عنهم حكي مو حلو. الشاب يمكن ما بتفرق عنده كتير يعني.